ولادي وجوزي اتفقوا عليا وحكموا دماغهم الساعة 3 بالليل ان انا اعمل لهم فطير شرقي حلويات. بقيت اكلم نفسي الساعة 3 بالليل هعمل لهم فطير دلوقتي؟ لسه هعجن، لسه هفرد. طيب وبعدين هعمل ايه واتصرف ازاي؟ طقط كده في دماغي فكرة ان انا اطلع لفة جلاش من الفريزر واسيبها مجرد ربع ساعة كده تفك، واعمل لهم الفطير الشرقي بالمكسرات بالكستر اللي هم بيحبوه وبيعشقوه. ويا سلام يا سلام، وكمان عملت منه بالنوتيلا. عايزه اقول لكم كان فطير روعه. تعالوا بينا كده نشوف مع بعض عملناه ازاي باقل التكاليف. هتجيبي كده 3 كوبايات من الحليب وهتحطيهم كده في قلب الحل، هتنزلي عليهم بنص كوبايه من السكر وتقلبيهم. هتنزلي كمان عليهم بمعلقتين كريم شانتيه ومعلقتين لبن بودر، وهنقلب كل المكونات دي كويس كده مع بعض. وهننزل كمان بمعلقة كبيرة من النشا ومعلقتين كبار من الدقيق، وهنعمل أحلى كاستر أو كريمة، الكريمة أو القشطة الكدابة. كل ده يعني كل ده في مفهوم واحد، رفعناهم على النار. وبعد كده ممكن هتنزلي عليهم بمعلقة كبيرة من الزبدة. انا بقى نزلت عليهم بمعلقه كبيره من السمنه البلدي، عايزه اقول لكم فرقت جدا جدا. وبعد كده بدات ان انا افضيهم كده في طبق واركنهم على جنب ان هم يبردوا. جبت لفه الجلاش بتاعتي ولازم احطها في فوطه عشان كل ما اطلع منهم 3 قطع من الورق او 3 ورقات كده اغطي تاني عليهم بالفوطه عشان يفضل طري معايا. ما بين ورقه ورقه يا دوبك دهنه كده من السمنه السايحه، واحط كمان ورقه فوقيها وادهنها برضو كده، يعني حاجات كده بسيطة. تمام. هجيب بقى الورقة التالتة وهتنيها واحطها كده في النص بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وادهنها برضو وشوية كده بقى من المكسرات. مش حابة انك تحطي مكسرات وهتحطي الكريمة بتاعتك بس، تمام براحتك. او الكاستر ممكن تجيبي علبة كاستر وتعمليه اللي هو الجاهز، يعني براحتك بقى. الحشوة دي اختيار، وتبدأي انك تطبقي من الجنبين وبرضو تدهني ولغاية ما تخليه بالشكل المربع ده. هنجيب صينية ونكون مدهونة كده بسمنة، وبدأت ان انا ارص فيها بقى الايه القطع بتاعتي. عايزة اقول لكم يا جماعة من لفة جلاش واحدة هتبهري جوزك وولادك، وهتعملي لهم احلى حاجة حلوة كده في البيت واقتصادية جدا. لو بعتي بقى انك تشتري الحاجات دي من بره والله العظيم هتكلف معاكي جدا. عايزه اقولك لو انتي ما عندكيش حليب ممكن انك تحطي ميه وتحطي اللبن البودر، بس هتكتري بقى بدل معلقتين هتحطي مثلا 5 معالق من اللبن البودر. بس بما ان انا عندي حليب فحطيت الحليب. تمام. وهنبدأ نكرر في كل عملية بنفس النظام ده. عملت كده صينية ودول كده طلعوا 6 معايا، دول فيهم كاستر وكمان مكسرات. وهعمل كمان 4 من غير المكسرات، هعملهم بكاستر بس. وعلى الوش هنحط نوتيل اللي هما دول بقى. وادهن بقى من الوش كده بالسمنة وادخلهم كده الفرن. هتطلعي بقى الايه اول ما يطلع ضيف عليهم شوية من الحليب البارد، ورشي بقى سكر بودر زي ما انتي بقى ايه شايفة كده. تمام. وبعد كده هبدأ ان انا احط بقى، كان عندي ايه، كان عندي هنا تين مجفف، وكان عندي كمان مشمشية قطعتها وحطيتها على الوش، وكان عندي سوداني كده كسرته بقى مجروش وحطيته برضو على الوش. وقدمت الفطير حلو قوي قوي. والاربعه التانيين لما يطلعوا ما احط على وشهم نوتيلا، وابدا احط رشه خفيفه كده من السكر. وبرضو هقدمهم زي ما انتوا شايفين كده. وعملت كميه حلوه جدا من الفطير الشرقي من غير عجن ومن غير فرد ومن غير اي حاجه، وكمان باقل التكاليف. بدل ما كده ما تشتري الحاجات دي من بره، قومي فرحي جوزك وفرحي ولادك واعمليها باقل التكاليف كده من البيت. هتقولي لي كل التكاليف دي وباقل التكاليف؟ هقول لك اه، تعالي انت لو هتشتري الفطيره دي من بره شوف هتتكلف معاكي كام.